السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فاكرين الفيديو اللي عملنا فيه الحواوشي؟ الفيديو اللي جبنا فيه نص كيلو لحمة وحطينا عليه البرغل وحولنا نص كيلو لحمة لكيلو الا ربع لحمة مفرومة، عملنا بيها صنفين، عملنا بيها حواوشي وعملنا بيها كفتة وشلناها في الفريزر، وقلت لكم هنعملها مع بعض ان شاء الله كفتة بالصلصة او داود باشا، بس بطريقة سهلة جدا جدا. هتجربيها ان شاء الله النهارده وهتعجبك. الكفته اللي عملناها النهارده يعني عايزه اقول لكم من احلى الاصناف اللي ممكن تعمليها، سهله سريعه مش تاخد منك وقت، خصوصا ان انت كنت محضراها وحطاها في الفريزر، يا دوب طلعتيها 5 دقايق بالظبط وبدات ان انا اشتغل فيها، وكانت بالجمال واللي انتوا شايفينه ده. جنب بقى رز بشعريه، رز حبه وحبه، رز ابيض، رز بسمتي، اللي تحبيه خالص، لك مطلق الاختيار والحريه. هنعمل النهارده مع بعض بطريقه سهله جدا جدا. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا على الطريقه. اول حاجه معايا عشان نعمل الصلصه دي، الكفته انا بوريها لكم، هي يا دوب بس ما فكتش، هي لسه فيها التلج. انا معايا عصير طماطم ومعايا بصلايه ومعايا كام فص توم صغيرين. اول حاجه هعملها ان انا هضرب البصلايه والثوم في المفرمه او الكبه ايا كان، وهحط عليه او هحطهم في الحله مع معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي مع بعض. تمام. بعد كده بنزل بعصير الطماطم. طبعا الكميه يا جماعه على حسب عدد افراد الاسره. البصلايه بتاخد لون خفيف ذهبي كده، وببدا ان انا انزل بعصير الطماطم، وبحط كمان كام معلقه صلصه كده عشان تعزز لي اللون. هعزز اللون كمان بالبابريكا، بس اول حاجه هحطها الملح، وهحط كمان رشه فلفل اسود صغيره مش كتيره. هحاول احط نفس التوابل اللي في الكفته، ما مش عايزه تحطي اكتر من الملح والفلفل. تمام. انا هنا هحط رشه بابريكا ورشه 7 بهارات عشان تبقى نفس البهارات اللي في الكفته هي بالظبط البهارات اللي في الصلصه. عايزه تكتفي بالملح والفلفل في الصلصه، تمام، هتبقى تحفه جدا وهتطلع معاكي مظبوطه زي الفل. وهسيب الصلصه تتسبك نص تسبيكه. نيجي للكفته. انا الكفته عندي مش سايحه يا جماعه، الكفته عندي ماسكه نفسها، لسه فيها تلج، لان انت لو سبتيها تسيح هتفرول في ايديكي ومش هتعرفي تشتغلي فيها، وانا عايزه اديها صدمه وهي لسه ماسكه نفسها. هجيب عندي كام معلقه دقيق كده وهعفر فيها الميت بولز او كرات اللحمه بتاعتي. يا دوب بس هغلفها بالدقيق، وبعد كده هنزل منها بقيه الدقيق. انا مش عايزه يبقى فيها دقيق كتير. وعايزه اقولك ان الخطوه دي بعد تشويحها واحطها في الصلصه بتقلي الصلصه وبتخلي لي الصلصه كريميه، بتبقى تحفه جدا جدا. جربي الطريقه دي وهتدعي لي ان شاء الله. انا هنا بحاول ان انا انزل كميه الدقيق الفاضله في الكفته. جميل. بعمل ايه؟ بجيب بوك، حله، طاسه، ايا كان غير قابله للالتصاق، وبحط فيها معلقتين زيت، وببدا ان انا احط فيها كور اللحمه واشوحها على الجنبين كويس جدا، كل جنب كده 5 دقايق، بحيث ان لونها يتغير وتاخد لون اللي هو الذهبي الحلو دوت. يبقى انا كده ضمنت ان هي دخلت في السوا شويه، وكمان اديكوا شايفين اهي لا فرولت ولا فتحت ولا اي حاجه. وادي الصلصه بتاعتي اتسبكت وتمام، جاهزه ان انا احط فيها. طبعا انا ببقى الصلصه بتبقى نص تسبيكه عشان بتكمل تسبيك واللحمه بتكمل سوا فيها. تمام. حطيت كل كميه اللحمه، وتعالوا شوفوا لي بقى الجمال. انا هنا كل اللي عملته ان انا عملت رز بشعريه عادي خالص، حمرت شعريه في معلقه زيت على معلقه زبده او معلقه سمنه، وبعد كده حطيت عليها، بعد ما الشعريه اتحمرت حطيت عليها الرز بقى. طبعا كميه الرز دي لك مطلق الحريه برضو فيها. وبعد كده رشه ملح ورشه فلفل اسود، والفلفل الاسود مع الرز بالشعريه خطير خطير. جربيه وهتدعي لي. بس كده. والميه على حسب كميه الرز بتاعك، وبتسيب الرز يستوي في الاول على نار عاليه لمده 5 دقايق، واول ما الميه تبدا تتشرب بتوطي طبعا التوطيه بتاعت الرز العاديه. عندك شياطه حطي، ما عندكيش شياطه وحلتك تيفال وانت واثقه ان هي مش هتلسع لك الرز، يبقى تمام. طبعا كلنا بنعرف نعمل رز، فالموضوع ان شاء الله سهل ومش هيبقى صعب عليكي. بس كده عملت غدوه ما اخدتش مني 10 دقايق بالظبط، ربع ساعه يعني بالكتير، لان الحاجه عندي جاهزه. وانك توضبي حاجتك يا جماعه وتجهزي حاجتك قبل ما تشتغلي، ده نص الشغل. هيوفر عليكي وقفه، هيوفر عليكي مجهود، هيوفر عليكي كل حاجه. بس كده. وصفتنا سهله وجميله
وفعلا يعني مشبعه جدا جدا جدا، ومش هتاخد منك وقت ان شاء الله تجربيها وتعجبك. ومستنيه بقى ارائكم في الكومنتات، ومستنيه تقولوا لي عايزين نعمل مع بعض وصفات ايه تاني. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديو قريب جدا هيعجبكم. ومستنيه لايك وشير وسبسكرايب. اوعوا تنسوني في اللايك والشير الكتير جدا جدا جدا. كبروا القناه يا جماعه علشان نقدم لكم ان شاء الله كل جديد. وشكرا لحسن متابعتكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم طيبين وبخير يا رب. شكرا، السلام عليكم.